طبعا لو انت ما كنتش عارف ان ده هيحصل فانت عندك مشكله. انا كنت متاكد ان اداره الاهلي مش هتعدي الموضوع بسهوله ومش هتعدي الموضوع على خير، وانه اللي بيعمله اللعيبه في ارض الملعب دوت شيء لازم الوقوف عنده، ولازم التفكير فيه، ولازم العقوبه عليه. النهارده الاهلي بيخصم 30% من راتبي اللعيبه بتاعه الاهلي الفريق الاول، وتعليق 25% من مستحقات عقودهم. وده انا شايف ان هي خطوه اتاخرت كتير جدا الموسم دوت، لان احنا عندنا فعلا مشكله كبيره جدا قبل ما يكون عندنا مشكله كبيره في الاداره وفي المدرب، وديت مشكله يعني مزمنه. فاحنا عندنا مشكله اليومين دول في اللعيبه اكتر، ان اللعيبه مش قادره تجري في الملعب، اللعيبه مش قادره تدي للنادي ولا للجمهور اللي عندها. اللعيبه تحس ان هي يعني فكتها من كل شيء وعايشه في ميه البطيخ. اللعيبه تحس ان هي مش هاممها اللي بيحصل، ان هي يعني متبهدله في الدوري السنه دي، مش متصدره الدوري، راكبها فرقتين فوقيها بيراميدز والزمالك، مستواه مش افضل حاجه في افريقيا. احنا السنه دي مش افضل حاجه في اي شيء. الاهلي السنه دي بيقدم ضحك في الملعب، الاهلي السنه دي بيقدم ضحك على المستوى الاداري، الاهلي السنه دي بيقدم ضحك على مستوى المدير الفني. فاحنا لو ما كانش في وقفه بدري، واظن ان هي يعني كمان هي مش بدري، هي اتاخرت كتير جدا. النهارده احنا داخلين على دور ال 16 في دوري او دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، ولو ما فوقتش يعني هتفوق اكتر على مصيبه ان انت ممكن يضيع منك افريقيا السنه دي كمان، وتخرج بموسم صفري راح للترجي هناك في تونس. والنهارده الاهلي بيقدم موعد السفر يوم كمان، اللي هو بكره ان شاء الله البعثه هتسافر على راسهم كابتن سيد عبد الحفيظ. فانت قدام مسار او قدام يعني مصير ممكن يكون هو الأسوأ في الموسم، يا اما يوديك في داهيه، يا اما يحيي الفرقه من تاني ويرجع شغف اللعيبه من تاني، ويرجع اللعيبه تاني خايفه على الفانيلا وخايفه على النادي على في ارضيه الملعب، وقادره تجري وقادره تدي الفريق. يا اما يا جماعه اللعيبه اللي مش قادره تعمل دوت، وبنقولها وبنكررها كل سنه، احنا بيحصل ازمات في وسط الموسم وبيحصل ضربات بالنسبه للعيبه، وبنبدا نقول اللي مش عاجبه يا جماعه يمشي، اللي مش هيقدر يكمل بالشكل اللي الجماهير عايزاه واللي الاداره عايزاه يمشي، اللي مش هيتحمل العقوبات وهو اصلا خايف في ارض الملعب ومش قادر يقدم للفرقه شيء يمشي. احنا كفرقه مش هنقف على حد، ولا امام ولا زيزو ولا تريزيجيه ولا الشناوي ولا ايا كان التقيل والكبير مشي. مين هيبقى بعد ابو تريكه؟ ولا مين هيبقى بعد سيد معوض؟ ولا مين هيبقى بعد بركات؟ ولا مين هيبقى بعد الخطيب؟ ولا مين هيبقى بعد اي حد لاعب في النادي الاهلي؟ الفرقه ما بتوقفش على حد، وياما الفرقه عدت بازمات، وياما الفرقه قدرت